السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الدرس الثالث معانا في الوحدة الأولى، وهو المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. مناخ ونبات طبيعي يعني إيه؟ هنتكلم النهاردة عن المناخ هو حالة الجو. يا ترى الجو عامل إيه؟ في شتاء، في مطر، جو صيف، جو سقعة، جو حر. هو ده المناخ اللي هنتكلم عنه النهارده في الوطن العربي. وكمان النبات الطبيعي طبعا اللي احنا عارفين انه بينمو دون تدخل الانسان ملوش دخل فيه. النبات الطبيعي وكمان الحيوانات البرية. نبدأ مع بعض، يلا درسنا بسم الله. نبدأ كده ان شاء الله هيكون درس بسيط ولذيذ ونفهمه مع بعض. هنعيد مع بعض زي ما احنا متعودين. ممكن نكون بنطول في الفيديو بس بنذاكر مع بعض، مش بنتفرج على الفيديو بس، لا احنا بنذاكر وكمان بنأكد معلومة بحيث تبقى ايه موجودة ما تنساهاش. فاهمين قصدي؟ ما دام ركزنا في الدرس وشفنا المقاطع او شفنا السوري اللي احنا بنعيد وبنزيد فيه بحيث ان هو يقدر يوصل لكم تقدروا تذاكروه معايا، بحيث تخرجوا من الدرس كده او من الفيديو واحنا نعتبر مذاكرين الدرس. يا دوبك هياخد مننا وقت قليل جدا جدا ونكون خلصنا الدرس بتاعنا. نبدأ يلا مع بعض بسم الله. المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. عندنا فيه هنا عوامل بتؤثر في مناخ الوطن العربي. يعني ايه؟ يعني عندنا عدة عوامل هي اللي بتأثر في مناخ الوطن العربي، تخلي الجو كان حر، جو ساقعة، جو شتاء، جو مطر. كل ده بيأثر فيه. ايه هي العوامل اللي بتأثر في الوطن العربي؟ عندنا اول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض. الموقع بالنسبة لدوائر العرض يعني ايه؟ عندنا الموقع بالنسبة لدوائر العرض بيأثر في المناخ. عندنا ازاي بيأثر في المناخ؟ ان ديت هنا اهو، افتح دي كده، ده العالم، تمام؟ دي كده الكرة الأرضية اهي، يعني تعتبر خريطة العالم. ده في الوسط عندنا ده دائرة الاستواء. طيب يا ميس برضو مش فاهمين ازاي الموقع بيأثر في دوائر العرض، بتأثر في المناخ عندنا. ان دي دائرة الاستواء، كل ما نيجي نقرب من دائرة الاستواء نفضل ماشيين 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 مع السهم كده ورايحين عند دائرة الاستواء، سواء من تحت او من فوق كده في الشمال او في الجنوب. ايه اللي بيحصل؟ بترتفع درجة الحرارة، يعني الجو بيكون حر جدا جدا جدا. بجد؟ ايوه. طيب لما نيجي بقى نبعد، لو احنا بعدنا، لا طلعنا من دائرة الاستواء، فضلنا نمشي للشمال او نمشي عند الجنوب كده، فضلنا نمشي نمشي نمشي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندنا ان هتقل درجة الحرارة. كل ما نبعد عن دائرة الاستواء كل ما بعدنا عن حرارة دائرة الاستواء. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان المنطقة اللي حوالين دائرة الاستواء حر جدا 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 جدا. تمام كده؟ يبقى بيؤثر المناخ عندنا بالنسبة لدوائر العرض ان كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع درجة الحرارة. كل ما نقرب من دائرة الاستواء درجة الحرارة عندنا ترتفع. طيب كل ما نبعد ونروح نتجه ناحية الشمال او ناحية الجنوب درجة الحرارة بتقل. يبقى كل ما نبعد عن دائرة الاستواء بتقل درجة الحرارة. درجة الحرارة بتقل سواء بقى بعدنا في الشمال او شمالا او بعدنا جنوبا. طيب كل ما نقرب لدائرة الاستواء درجة الحرارة بترتفع. معنى كده ان عند الجزء ده اللي عند دائرة الاستواء ده جزء يعتبر اكتر جزء في العالم كله حار جدا جدا جدا. الجو هناك حر موت، حر جدا جدا جدا. تمام كده؟ طيب كده خلصنا الموقع بالنسبة لدوائر العرض. تاني حاجة عندنا بالنسبة للعوامل اللي بتأثر في مناخ الوطن العربي هي القرب أو البعد عن المسطحات المائية. القرب أو البعد عن المسطحات المائية ده عندنا برضو بيأثر في المناخ. بيأثر في المناخ ازاي؟ مش فاهمين برضو يا ميس؟ بيأثر في المناخ من ناحية المناطق الساحلية أو المناطق الداخلية القارية. يعني ايه؟ يعني عندنا هنا زي ما انتم شايفين دي مدينة الاسكندرية، بورسعيد، مرسى مطروح، اي مدينة موجودة على ساحل البحر المتوسط. دي بنقول عليها ايه؟ دي بنقول عليها
اسكندرية، بورسعيد، مرسى مطروح، ديت بنقول عليها من المدن الساحلية. يعني ايه من المدن الساحلية؟ يعني من المناطق الساحلية، يعني المناطق المحيطة بالمسطحات المائية زي البحار وزي المحيطات. يعني ايه؟ يعني اي مدينة قريبة من البحر او من المحيط بنقول عليها مناطق ساحلية. يبقى مناطق ساحلية يعني موجودة قرب البحر قرب المحيط، بنقول عليها مناطق ساحلية. طيب المناطق الساحلية ديت المناخ بتاعها، حالة الجو بتاعها بيكون عامل ازاي؟ بتتميز بايه؟ تتميز بالمناخ المعتدل. يبقى تاني، المناطق الساحلية يبقى طبعا اكيد المناخ بتاعها لازم يكون مناخ معتدل. مناخ ايه؟ مناخ معتدل. ليه مناخ معتدل؟ لان هي قريبة من المسطحات المائية. يعني تيجي في الصيف الناس كلها تلاقيها بتروح عند ايه؟ عند الاماكن الموجودة بقى عند البحر وعند المحيط. ليه؟ لان الجو بيكون حلو جدا، الجو بيكون معتدل، ما بيكونش حر قوي، فبيكون الجو كويس او المناخ هناك معتدل كويس. طيب المناطق بقى الداخلية القارية دي بتكون بعيدة عن المسطحات المائية. زي ايه؟ زي مثلا ادي عندنا مدينة القاهرة، المنيا، اسيوط، اسوان، اي محافظة مثلا من المحافظات الداخلية، الاقصر، اسيوط، اي محافظة من دولت بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم مناطق داخلية قارية. يعني ايه قارية؟ يعني داخل القارة، داخل جوه، مش على البحر، مش على المحيط، فبتبقى جوه داخل القارة، بنقول عليها مناطق داخلية قارية. طيب دي اغلبها بتكون فين؟ طبعا بتبقى في المناطق الصحراويه. صحراويه يا ميس؟ صحراويه، لان ولا فيها ميه اللي هي ولا بحر ولا محيط، فطبعا هنقول عليها مناطق صحراويه. من غير ما ناخد في الدرس كده اي حد يقول لك صحراء، تعال نروح الصحراء، يبقى الصحراء على طول هتتميز بايه؟ على طول الصحراء تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. درجة الحرارة في فصل الصيف عالية جدا، الجو بيكون حر جدا جدا جدا. طب في الشتاء؟ في الشتاء بتنخفض درجة الحرارة جدا برضو. يبقى المناطق الساحلية اللي بتكون قريبة من البحار أو المحيطات ديت بتتميز إن مناخها معتدل. يعني في الصيف الجو بيكون حلو جدا والجو معتدل، وفي الشتاء برضو الجو ما بيبقاش ساقع، يعني ما بنقولش ده الجو ساقع اللي هو قارس بقى وسيول أو تلج، أو نقدر نجيب كل الهدوم، نلم كل الهدوم اللي موجودة في الدولاب وفي السوق وفي المحلات ونفضل نلبس فيها، لا. الجو بيكون معتدل. اما المناطق الداخليه قاريه، يعني البعيده عن المسطحات المائيه، البعيده عن المحيطات والبحار، دي بتتمثل في المناطق الصحراويه، من اسمها صحراويه، يبقى تتميز بارتفاع درجه الحراره في فصل الصيف، تكون الحراره عاليه جدا جدا، وبتنخفض درجه الحراره في فصل الشتاء. كده خلصنا العوامل المؤثرة في المناخ الوطني العربي، خلصنا الموقع بالنسبة لدوائر العرض، خلصنا القرب أو البعد من المسطحات المائية. فاضل عندنا حاجة اسمها التضاريس. الحاجة ايه؟ التضاريس. التضاريس عندنا بتأثر في المناخ. طب ازاي؟ التضاريس عندنا هي كمان بتأثر عندنا في المناخ. بتأثر في المناخ، ايوه. طب ازاي يا ميس؟ عن طريق حاجة اسمها الارتفاع. بيأثر الارتفاع أو بيؤثر الارتفاع في درجة الحرارة. إزاي؟ إن كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. ولذلك بنجد بعض القمم الجبلية في الوطن العربي تغطيها الثلوج لشدة ارتفاعها، طبعا زي جبال لبنان. جبال لبنان دي فين؟ موجودة في جبال الشام، هنشوفها دلوقتي على الخريطة. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ادي جبل عندنا اهو، ده مستوى سطح، نكبر كده الصورة عشان ايه نشوف مع بعض. ادي مستوى سطح البحر اهو. مثلا ديت مثلا هنقول ايه؟ نقول مثلا درجة الحرارة 8 درجة مئوية. درجة مئوية فين؟ على مستوى سطح البحر. تمام كده، دي 8. طيب
كل ما نطلع 150 متر تقل درجة الحرارة عندنا، تبقى كام؟ تبقى 7. يبقى بتقل كام درجة؟ بتقل درجة واحدة مئوية. طيب زدنا كمان، طلعنا كمان 150 متر، طبعا هتقل درجة كمان، يبقى هتبقى درجة الحرارة 6. زودنا هتبقى 5. هتبقى مثلا هنا 4، تبقى 3. تبقى فهمتوا قصدي؟ يبقى كل ما نطلع 150 متر فوق الجبل عن سطح البحر كده، فوق مستوى سطح البحر، بتقل عندنا درجة الحرارة 1 درجة مئوية. 1 درجة مئوية. نفضل بقى نطلع كمان 150 متر، بقت 2 اهي. طلعنا 150 متر بقت درجة الحرارة 1. طلعنا كمان بقت 0. ايوه. طلعنا اكتر 150 بقت درجة الحرارة عندنا -1. ايه ده -1؟ يعني ايه؟ يعني تحت الصفر درجة الحرارة، -1 تحت الصفر. طلعنا -2 تحت الصفر. ايه ده، معقولة؟ ايوه. يبقى كل ما نطلع عن مستوى سطح البحر 150 متر، كل ما نطلع كده 150 متر بتقل درجة الحرارة عندنا 1 درجة مئوية. بتقل كام؟ 1 درجة مئوية. علشان كده بنلاقي قمم الجبال عبارة عن ايه؟ قمم الجبال بنلاقي عليها تلج. ايوه، لان خلاص دخلنا في -1 -2 -3 -4، وصلنا للقمة بقت فيه تلج، لان ما دام سالب يعني فريزر. عارفين كده لما نقول ايه؟ ده الحاجة متلجة، عبارة عن كتل تلج. ليه كتل تلج؟ لان بتكون درجة الحرارة تحت الصفر. تحت الصفر يعني -1 2 3 4 زي ما تكون، فدرجة الحرارة بتقل جدا، فطبعا هتكون القمم عبارة عن قطع من التلج. فنلاقي التلج عبارة عن بس هو اللي مغطي القمم الايه؟ الجبال. الثلوج هي اللي مغطية قمم الجبال. طب في الوطن العربي عندنا زي ايه مثلا؟ عندنا زي جبال لبنان. جبال لبنان عندنا، احنا اخدنا قبل كده في التضاريس حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها جبال الشام. جبال الشام قلنا ان هي عبارة عن جبال موجودة في 3 مناطق او 3 دول، عبارة عن سوريا وفلسطين ولبنان. جبال بقى، جبل لبنان بقى جزء كده من جبال الشام، هنا اهو موجود هنا اهو. فطبعا جبال الشام دي عبارة عن جزء، جبل لبنان عبارة عن جزء من جبال الشام موجود هنا. فطبعا ده عبارة عن أعلى قمة جبلية موجودة، فبيبقى بيغطيه الثلوج. بيغطيه ايه؟ بيغطيه الثلوج. بيغطيه اشمعنى هو؟ بسبب شدة ارتفاعه. بسبب ايه؟ بسبب شدة ارتفاعه. تاني حاجة عندنا برضو بتأثر في المناخ من التضاريس عندنا هو اتجاه الكتل الجبلية. يعني ايه اتجاه الكتل الجبلية؟ يعني ايه؟ يعني اتجاه الجبال دي اتجاهها بيعمل رايح فين؟ شمال، يمين، ماشي ازاي؟ فطبعا اتجاه الرياح او سوري اتجاه الجبال ديت بتأثر في توزيع المطر. يعني في مطر، مفيش مطر، بتأثر في توزيع المطر. طب الحاجات دي بتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون عندنا، لما تكون الجبال موازية للبحر بيسقط أمطار، تنزل أمطار غزيرة. يبقى لما الجبال تكون موازية لسطح البحر بتنزل عندنا أمطار غزيرة جدا. طيب لو الجبال بقى مش موازية لسطح البحر عندنا مش بتنزل أمطار. يبقى امتى بتنزل أمطار عندنا؟ غير لما تكون الجبال موازية لسطح البحر، يبقى الاتنين ماشيين على نفس الخط، نفس الخط كده زي بعض مستقيم كده، تنزل عندنا امطار. طيب لو مش متساويين على نفس الخط كده او ماشيين على بعض او مش متوازيين ما بتسقطش عندنا امطار. عشان كده بنقول جوانب او سفوح الجبال المواجهة للبحر اكثر او اغزر مطرا من السفوح الداخلية الواقعة في منطقة ظل المطر. يعني ده عندنا هنا شايفين ده جبل اهو، ده مثلا البحر، نجيبه مثلا هنا عندنا زي ما انتوا شايفين ادي جبل موازي لايه؟ موازي للبحر اهو. زي ما انتوا شايفين ادي البحر اهو، ادي الجبل موازي للبحر، جنب البحر موازي ليه على طول اهو. فجايين لنا هنا ايه؟ جايين لنا رياح من هنا كده، رياح ممطرة. رياح ايه؟ رياح ممطرة. يعني ايه؟ يعني محملة بخار الماء. ماشية الرياح اهي
فضلت تمشي تمشي تمشي، لقت قدامها ايه؟ لقت قدامها هنا الجبل، فاتصدمت بيه. طب لما اصطدمت بيه فضلت تطلع لفوق الرياح، مكونه عندنا الرياح عندنا جايه اهي، جايه من ناحيه البحر اهي، محمله بالسحب، تمام، او بقطرات المياه. تيجي ماشيه كده الرياح، اديها فضلت ماشيه ماشيه، لقت قدامها ايه؟ لقت قدامها الجبل، جات اتصدمت بالجبل كده، اتخبطت فيه، انها عامله ايه؟ طلعت على فوق، تطلع 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 على فوق لحد ما تطلع فوق عند كده السحاب كده. قعدت بقى تجمع تجمع في قطرات الميه فوق بعض، فمن تقلها عملت ايه؟ سقطت عندنا امطار. سقطت عندنا ايه؟ سقطت عندنا امطار. سقطت هنا فين؟ سقطت عندنا على الجبل، تمام كده. طيب بعد ما سقطت الامطار ايه اللي حصل؟ بعد ما سقطت الامطار عندنا بدأت تنزل هنا رياح. الرياح دي اسمها رياح جافة. خلاص بقى رياح ايه؟ رياح جافة، تمام كده. تفضل بقى تنزل الرياح الجافة، يعني ما فيهاش ولا بخار ماء ولا مطر، خلاص بقى فاضية كده من غير بخار ماء ولا ماء ولا مطر ولا حاجة. تفضل بقى تمشي كده في طريقها ايه؟ مع نفسها. ممكن هنا نقسم بقى عندنا هنا الجبلين، الجبل نصين. نص عندنا هنا هنسمي الجزء اللي قريب من البحر ده سفوح مواجهة للبحر، يعني الجزء او الجبل اللي جنب البحر. طيب الجزء اللي جوه بقى اللي ما فيهوش مطر هنقول سفوح واقع في ظل المطر. يعني ايه في ظل المطر؟ يعني ما فيهوش امطار. ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش امطار. عرفنا اي جزء بقى من الجبل بيسقط عليه امطار، الجزء المواجه للبحر ولا الجزء اللي جوه الداخلي؟ طبعا هو الجزء المواجه للبحر. قلنا ان الرياح بتيجي محمله بقطرات البخار، تفضل تمشي تمشي تتخبط، تلاقي الجبل قدامها، تنها مخبوطه في الجبل، تاخد بعضيها وتنها طالعه على فوق، تطلع تطلع لفوق لحد ما تكون، تفضل تكون في قطرات من الماء، وتنها تتقل كده، تنها ساقطه على هيئه امطار. طب الامطار دي بتسقط فين؟ الامطار دي بتسقط على الجزء الجبل اللي مواجه للبحر. فلما تنزل بقى تمشي كده، بقيه الرياح بقى خلاص فضت الميه اللي عندها ونزلت الامطار اللي معاها، تفضل بقى تمشي كده فاضيه من غير قطرات مياه من غير حاجه، فبنقول عليها بتبقى رياح جافه. جافه يعني ما في خلاص بقى ولا في قطرات ميه ولا مطر. فالجزء اللي جوه ده الداخلي ده اللي هو الجبل اللي فيه الرياح الجافه بنقول عليه سفوح واقعه في ظل المطر. سفوح واقعه في ايه؟ في ظل المطر. اما الجزء المواجه للبحر ده سفوح مواجه للبحر او للرياح الرطبه، تمام كده. الجزء اللي بيسقط عليه المطر طبعا المواجه للبحر ولا الجزء الداخلي؟ طبعا هو الجزء المواجه للبحر هو اللي بيسقط عليه الامطار. بما تفسر جوانب او سفوح الجبال المواجهه للبحر اخضر مطرا من السفوح الداخليه اللي هي الواقعه في منطقه ظل المطر. يعني الجبل او الجزء بتاع الجبل اللي مواجه للبحر اللي قصاد البحر ده بيبقى فيه مطر غزير جدا جدا عن المنطقه اللي فيها ظل المطر، اللي هي المنطقه اللي جوه اللي ما بيسقطش عليها مطر. ليه؟ بما تفسر او ايه السبب؟ هنقول بسبب اصطدام الرياح الممطرة. الرياح الممطرة كده اللي جاية من عند البحر، جاية مالها؟ جاية محملة ببخار الماء. كده الرياح جاية اهي محملة ببخار الماء، لقت قدامها ايه؟ لقت قدامها جوانب الجبال. جوانب الجبال اهني المواجهة للبحر، هنا البحر وده الجبل اهو بيبص على البحر، فالجوانب ديت فبتتخبط فيها او بتصطدم فيها الرياح، فتتصاعد لفوق، تطلع لفوق لفوق، بعد كده تسقط على هيئة مطر، مطر غزير. فلما تسقط بقى خلاص مفيش بقى مطر، تمشي بقى كده الرياح دي تفضل تدخل لجوه او في الجوانب الداخلية، فدي بتكون رياح جافة او شبه جافة. يعني رياح جافة او شبه جافة، يعني ساعات ممكن تسقط امطار قليلة جدا جدا، او ساعات بتكون جافة ما فيهاش مطر خالص. طب زي ايه عندنا؟ زي جبل اسمه او زي جبال اسمها جبال اطلس. فين؟ ادي سلسلة جبال اطلس. هنا طبعا البحر المتوسط اهو، تمام كده، سوري، هنا كده الجبال اطلس ده البحر المتوسط. فطبعا هنا الجبال من بره بيسقط عليها امطار غزيره جدا. ليه بيسقط عليها امطار غزيره جدا؟ لانها بتصطدم بالرياح اللي جايه من ناحيه ايه؟ من ناحيه البحر. عكس الجبال لما تبقى من جوه، الجبال من جوه هنا دي عندنا طبعا بتبقى جافه، بتكون ايه؟ بتكون جافه. لكن الجبال المواجهه، جزء المواجه هنا
للبحر ده بتكون محملة محملة بالبخار، فبيسقط عليها أمطار غزيرة جدا. تمام كده، عرفنا العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي، عرفنا الموقع بالنسبة لدوائر العرض، عرفنا القرب أو البعد عن المسطحات المائية، وعرفنا التضاريس. تمام كده. طيب ندخل بقى بعد كده على ايه؟ ندخل على الأقاليم المناخية في الوطن العربي. الأقاليم المناخية في الوطن العربي. الأقاليم المناخية في الوطن العربي، أقاليم مناخية يعني أقاليم بتتشابه عندنا في خصائص المناخ. يعني إيه؟ يعني هنلاقي مثلا منطقة موجودة أو إقليم موجود في الجناح العربي الآسيوي، زيه بالظبط نفس اللي بيحصل في اللي هو الجناح العربي الأفريقي. يعني مثلا في منطقة تلاقي الدنيا فيها بتشتي فيها مطر، ونفس المنطقة في الجناح العربي الآسيوي أو الأفريقي نفس المنطقة بيبقى فيها برضو مطر. منطقة مثلا في الجناح العربي الأفريقي فيها حر مثلا أو درجة حرارة عالية، برضو هنلاقيها في الجناح العربي الآسيوي. عشان كده قلنا ايه؟ عشان كده قلنا عليها اقليم واحد، عشان كده قلنا عليها اقليم مناخي واحد. طيب، ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي مناخا متنوعا. ربنا وهب الوطن العربي مناخ متنوع. طبعا النتائج اللي ترتبط على كده ايه؟ طبعا ترتب عليه ان هو ساعد في تنوع النبات الطبيعي او النباتات الطبيعية، وطبعا المحاصيل الزراعية، وكل ده ساعد على ايه؟ ساعد على تكامل الدول العربية فيما بينهما. يعني ايه؟ يعني ربنا وهب للوطن العربي المناخ متنوع. ما دام المناخ متنوع يعني في مناطق فيها شتاء، مناطق فيها حر، مناطق فيها معتدلة، ففي مناخ معتدل عندنا. فده طبعا ادى الى ايه؟ ما دام مناخ معتدل ادى الى تنوع النباتات الطبيعيه، وكمان ايه؟ محاصيل زراعيه. في محاصيل عندنا بتطلع في اجزاء في الوطن العربي في الشتاء، في محاصيل تطلع في الصيف، في محاصيل مثلا بتطلع في الخريف، فادى لتنوع المحاصيل الزراعيه والنباتات الطبيعيه. طب ده ساعد على ايه؟ ده ساعد على تكامل الدول العربية فيما بينهم، ان الدول العربية بقت كلها متكاملة فيما بعدها. يعني في مناطق موجودة فيها زي ما قلنا بتطلع مثلا محصول صيفي، في مناطق تانية محصول شتوي خريفي كده، يعني فاهمين قصدي؟ فهي ديت ايه؟ المناخ المتنوع في الوطن العربي. طب يعني ايه اقليم مناخي؟ اقليم مناخي ده بيقولك هو منطقة محددة على سطح الارض لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار وغيرها. يعني منطقة كده موجودة على سطح الكرة الأرضية، المنطقة دي متحددة عندنا، مناخها ايه؟ عندها الخصائص المناخية بتاعتها بتكون معينة يعني محددة عندنا. يعني مثلا بتكون الحرارة، درجة الحرارة فيها بدرجة معينة، الرياح، الأمطار، واي حاجة تانية بتبقى موجودة. يعني مناطق معينة الخصائص المناخية بتاعتها متحددة. خصائص ايه؟ متحددة. تعالوا بقى نشوف الاقاليم المناخية في مصر. عندنا الاقاليم المناخية في الوطن العربي، عندنا 3 اقاليم رئيسية موجودة في الوطن العربي: اقليم بحر متوسط، اقليم صحراوي، اقليم مداري. بحر متوسط، صحراوي، مداري، دولت أهم أقاليم رئيسية موجودة عندنا في الوطن العربي. ندخل على إقليم البحر المتوسط. الموقع بتاعه عندنا بيوجد في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط. نجيب الخريطة، ادي زي ما احنا شايفين إقليم البحر المتوسط. شايفينه كاتبين باللون الايه؟ باللون هنا عندنا باللون الأخضر اهو. فين اللون الأخضر بقى؟ نجيب كده القلم اهو ونرسم القلم. شايفين ده عندنا اهو اقليم اهو، ده اقليم البحر المتوسط. تمام كده اهو الاجزاء الشماليه فوق الاخضر، كل الاخضر ده اللي فوق عند ايه؟ عند البحر المتوسط فوق. تمام كده اهو كل الاخضر ده كل اللي بيطل على البحر المتوسط هو ده الاطراف الشماليه الاقليم اللي موجوده في اقليم البحر المتوسط. تمام كده. طيب هنا زي ما انتم شايفين برضو الجزء ده اللي هو زي العراق بقى وبلاد الشام وكده برضو بتطل هنا في الأطراف الشمالية فوق، يبقى ده إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط عندنا
جايب لنا بس 4 دول، بس هما دول كتيرة جدا موجودة على اقليم البحر المتوسط. زي ايه؟ زي عندنا هنا زي مثلا دولة المغرب. هو هنا جايب لنا دول ايه؟ جايب لنا مصر، جزائر، ليبيا والمغرب. لا ده في دول كمان كتيرة جدا. دولت من ضمن الدول اللي جايبها لنا، اللي بتقع ايه، اجزاء منها بتقع على الاجزاء بتقع منها على في اقليم البحر المتوسط، في اقليم البحر الايه المتوسط، موجودين فوق في الشمال اهو. طيب تعالوا بقى نشوف الخصائص المناخية لإقليم البحر المتوسط. خصائص مناخية يعني إيه؟ يعني في الصيف اللي بيحصل في شتاء ولا لأ، في درجة حرارة ولا إيه النظام، وكذلك في الصيف وفي الشتاء. الخصائص المناخية عندنا في إقليم البحر المتوسط، عندنا في الصيف بترتفع درجة الحرارة. درجة الحرارة في الصيف بتبقى مرتفعة. طيب احنا قلنا ده اقليم البحر المتوسط، قلنا اقليم البحر المتوسط درجة الحرارة مرتفعة، بس مش للدرجة اللي هي تبقى درجة مرتفعة جدا. لا، درجة الحرارة بتكون مرتفعة بس بتبقى معتدلة. عشان كده اغلب الناس بتلاقوهم بيروحوا يصيفوا في الاماكن المطلة على البحر المتوسط. طب في الشتاء، في الشتاء بتعتدل درجة الحرارة وبتسقط أمطار. يعني درجة الحرارة بتبقى معتدلة، متبقاش ساقعة جامدة جدا جدا، لا بتبقى معتدلة بس بتسقط ايه، أمطار. طب في الصيف بيسقط أمطار، لا بس درجات الحرارة بتبقى ايه، مرتفعة. يبقى دي الخصائص المناخية لإقليم البحر المتوسط، لأن في الصيف درجة الحرارة بترتفع، وفي الشتاء بتعتدل درجة الحرارة وكمان بتسقط أمطار. النبات الطبيعي بقى عندنا طبعا عرفنا النبات الطبيعي يبقى هو الذي ينمو دون تدخل الانسان ملوش علاقة بيه ولا بيزرع ولا اي حاجة، وبيطلع دون تدخل الانسان. بيوجد فيه النبات الطبيعي موجود في الغابات المعتدلة. غابات معتدلة، ايوه. الغابات المعتدلة ديت بتنمو فوق المنحدرات الجبلية غزيرة المطر. يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه غابات كده، الغابات موجودة عندنا قدام سواحل البحر المتوسط، او موجودة عند اقليم البحر المتوسط. في اللي هي الغابات دي فيها عبارة عن ايه، في منحدرات جبلية. المنحدرات الجبلية دي بتكون غزيرة المطر، بتنمو فوق المنحدرات الجبلية غزيرة المطر. عندنا في مصر لا، ما عندناش في مصر ولا جبال ولا مرتفعات موجودة قدام البحر المتوسط. طب موجودة فين؟ موجودة عندنا في جبال أطلس، وكمان مرتفعات بلاد الشام والعراق. يبقى الغابات المعتدلة ديت بتنمو فوق المنحدرات الجبلية غزيرة المطر. طبعا احنا في مصر ما عندناش ولا جبل ولا مرتفعات قدام اقليم البحر المتوسط. طيب يبقى هتنمو عندنا فين؟ بتنمو قدام فوق جبال اطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق. من اهم بقى اشجارها الغابات دي، من اهم الاشجار عندنا البلوط الفليني. البلوط الفليني ده اللي بيطلعوا منه الايه، الفل. عندنا الزيتون، وعندنا حاجة اسمها الأرز، مش الرز، الأرز. مش الرز اللي احنا بناكله، لا ناخد بالنا، ده الأرز. الأرز هناك منتشر كتير جدا 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 في دولة لبنان. فعشان كده دولة لبنان اتخذته شعارا لها. اتخذته ايه، شعارا لها. نفس الشجرة دي كانت تلاقيها في علم لبنان. دي شجرة ايه؟ دي شجرة الأرز. الأرز ده منتشر جدا في لبنان، فعشان كده اتخذته لبنان شعار ليها، موجود كده في وسط العلم بتاعها. طيب كده اتكلمنا عن الغابات المعتدلة. طيب الحشائش بقى المعتدلة اللي هي الستيبس. الحشائش المعتدلة اللي هي الستيبس دي بتنمو بين اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي. حشائش الستيبس دي بتنمو قلنا بين اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي، يعني في الوسط كده ما بينهم بتنمو عندنا حشائش الستيبس او الحشائش المعتدلة. دي عندنا بتظهر شتاء وبتجف في الصيف. ازاي؟ في الشتاء كده في مطر بينزل في اقليم البحر المتوسط، فطبعا في مطر وفي ميه، يبقى على طول هتلاقي كده الايه، تلاقي كده الحشائش عندنا بدأت تزدهر كده وبدأت تنمو، بدأت تبقى خضرة كده وتبقى جميلة ومزدهرة كده في الشتاء. طب في الصيف مفيش مطر، يبقى على طول هتجف عندنا الحشائش المعتدلة او حشائش الاستبس. هتبقى على طول عندنا هتعمل ايه، هتجف. زي ايه؟ زي عندنا ادي اهي الاغنام، وكمان عندنا ايه، كمان عندنا الماعز، كمان الاغنام والماعز. تمام كده. دولت قلنا بينمو فين؟ قلنا بينمو في
او بيعتمدوا او بيربوا على حشائش المعتدلة او الحشائش الاستوائية. تمام كده. ندخل بعد كده على الاقليم اللي بعده او اللي تحته على طول، وهو الاقليم الصحراوي. الاقليم الصحراوي عندنا ده اكبر الاقاليم المناخية مساحة في الوطن العربي. مساحته كام؟ مساحته 80% من مساحة الوطن العربي. ده موجود فين او موقعه فين الاقليم الصحراوي؟ موجود بين اقليم البحر المتوسط في الشمال والاقليم المداري في الجنوب. يعني ايه؟ يعني ده موجود في الوسط ما بينهم، ما بين اقليم البحر المتوسط وما بين الاقليم المداري. اللي موجود ما بينهم الاقليم الصحراوي، وده موجود يعتبر في معظم دول الوطن العربي. يعني الدول العربية كده هتلاقي كل دولة هتلاقي موجود فيها ايه؟ هتلاقي فيها موجود اقليم صحراوي. اقليم صحراوي هتلاقيه في معظم الدول العربية. طيب، قلنا مساحته 80% من مساحة الوطن العربي. يلا بينا على الخريطة ونشوف موجود فين. ادي خريطة الوطن العربي، شايفين كده؟ شايفين المفتاح الخريطة فين الاقليم الصحراوي؟ اهو تحت الاقليم البحر المتوسط. ده اقليم البحر المتوسط اهو. تعالوا بقى كده نختار اللون الاصفر اللي هو باللون الاورنج ده اهو، اقليم البحر الصحراوي. شايفين كل اللي بالاصفر ده؟ شايفين كل ده كل ده كل ده كل ده؟ نمسح دي عشان تبين لنا انها في الصحراء الكبرى. كل المساحة دي شايفين؟ كل المساحة دي اهو. كل ده اللي باللون الاصفر ده عبارة عن الاقليم الصحراوي. تحت على طول الاقليم البحر المتوسط، تحتيه على طول اقليم يعني فوق خالص في الشمال البحر المتوسط، تحتيه على طول اقليم البحر سوري، الاقليم الصحراوي فوق البحر المتوسط، تحتيه على طول اقليم الصحراوي. ده لو تاخدوا بالكم اهي، دي الدول العربية موجود في معظم أجزاء الوطن العربي. شايفين؟ مفيش دولة من غير ما يكون فيها إقليم صحراوي، سواء بقى في الجناح الآسيوي أو سواء في الجناح الأفريقي. يلا بينا كده نرجع للدرس. طيب، الخصائص المناخية بقى بتاعت الإقليم الصحراوي إيه؟ طبعا صحراوي يبقى صحراء على طول. في الصيف مناخ قاري شديد الحرارة، شديد الحرارة خاصة بالنهار. طبعا صحراء يبقى الجو فيها هيكون شديد الحرارة، وبالذات في النهار بتبقى الجو حر جدا جدا جدا، تبقى الشمس فظيعة محدش بيقدر يستحمل. طيب في الشتاء ده مناخ قاري شديد البرودة خاصة في الليل. قاري شديد البرودة خاصة في الليل، يعني في الشتاء بيكون الجو عبارة عن ثلج. شتاء شديد البرودة بيبقى برد جدا جدا جدا، وخاصة كمان بيكون بالليل. احنا قلنا طبعا ان اقليم الصحراوي اللي هو بيكون قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه طبعا ان هو مناخ قاري. مناخ قاري عشان كده قلنا في الشتاء بيبقى درجة الحرارة، هو سوري تحت، في الشتاء درجة الحرارة عندنا بتبقى شديدة البرودة في الليل، لكن في الصيف شديد الحرارة خاصة بالنهار. تمام كده؟ طيب، محد قال لي كده يا ميس، طب الامطار بتبقى عاملة ازاي موجودة في الاقليم الصحراوي؟ الامطار في الاقليم الصحراوي ملهاش ميعاد، عادي جدا تسقط في اي وقت، ما فيش حد يقدر يحددها. ممكن مثلا السنة كلها تخلص وما يكونش في نقطة مطر نزلت واحدة، نقطة مية كده نزلت من المطر ممكن ما تكونش نزلت في الاقليم الصحراوي. تعالوا بقى ندخل على النبات الطبيعي. النبات الطبيعي عندنا بتختلف الصورة النباتية حسب كمية المطر. يعني ايه؟ يعني على حسب في مطر بيبقى فيه نبات، مفيش مطر عندنا حاجات ايه نادرة. زي ايه برضو يا ميس مش فاهمين؟ يعني حسب كمية المطر، لو المطر نازل قليل قليل المطر بينمو عندنا حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر. تنمو كده حشائش قصيرة صغيرة كده، الحشائش دي بتطلع ايه في المناطق اللي المطر فيها بيكون قليل. طيب المناطق بقى نادرة المطر، المناطق نادرة المطر دي بتنمو فيها نباتات مش بتحتاج لكمية مطر كبيرة. زي ايه؟ زي النباتات الشوكية طبعا كالصبار. جالنا سؤال وقال دلل. بتختلف الصورة النباتية في الإقليم الصحراوي حسب كمية المطر. ايه الدليل عندنا؟ هنقول حيث تنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر، قليلة المطر كده تنمو عندنا حشائش قصيرة. طيب في المناطق بقى نادرة المطر، يعني ممكن تقعد بالسنين كده ممكن ما تعملش مطر،
او تمطر بتنمو فيها نباتات شوكية كالصبار. طبعا دي قلنا في المناطق نادرة المطر. الحيوانات بقى بيعيش بالإقليم حيوانات مثل الزواحف، الإبل اللي بتتحمل درجة حرارة عالية، وكمان الغزلان. زواحف عندنا غزلان وكمان إبل، دولت عندنا موجودين في الإقليم الصحراوي. دولت عشان بيقدروا يتحملوا العطش ويقدروا يتحملوا ارتفاع درجة الحرارة وبيقدروا يتحملوا كمان البرودة الموجودة في الإقليم الصحراوي. تعالوا بقى بعد كده ندخل على الإقليم اللي بعد كده أو اللي تحته على طول، وهو الإقليم المداري. الإقليم المداري ده موقعه فين؟ ده بيمتد في جنوب الوطن العربي، جنوب الوطن العربي، وبيتمثل فيه معظم جمهورية السودان، وسط الصومال، جنوب موريتانيا، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. نجيب الخريطة ونشوف الإقليم المداري على الخريطة. الإقليم المداري عندنا اللي هو باللون الأورنج. باللون الأورنج عندنا الإقليم المداري، زي ما قلنا موجود فين؟ موجود عندنا، موجود قلنا جنوب موريتانيا، موجود عندنا الصومال، معظم جمهورية السودان، وكمان في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية اللي هو باللون الأورنج ده. هو ده عندنا الإقليم المداري. عندنا الإقليم المداري. خاصية المناخية عندنا الحرارة. في الصيف موجود عندنا ترتفع درجة الحرارة وتسقط الأمطار. في الصيف درجة الحرارة بتكون عالية وكمان عندنا أمطار بتسقط. طيب في الشتاء، في الشتاء عندنا بتعتدل درجة الحرارة وبيسود الجفاف. درجة الحرارة بتكون معتدلة وبيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيه في الشتاء جفاف، مفيش مطر. يبقى في الصيف درجة حرارة عالية وتلاقوا الأمطار بدأت تسقط كده، في سقوط أمطار بيسقط عادي. لكن في الشتاء درجة الحرارة بتكون معتدلة والجفاف بيسود المنطقة. النبات الطبيعي أو بيتمثل عندنا في الغابات المدارية، من اسمها الإقليم مداري، هنا غابات مدارية. الغابات المدارية عندنا هنا بتشبه الغابات الاستوائية، ولكن بتكثر بها أشجار الصمت. بيكثر بها إيه؟ بيكثر بها أشجار الصمت. طبعا أشجار الصمت دي ليها أهمية اقتصادية. طب ليه؟ بما تفسر الأهمية الاقتصادية لأشجار الصمت، هنقول لأن بيستخرج منها الصمغ العربي. الصمغ العربي طبعا ده مش الصمغ اللي احنا بنستخدمه نلزق بيه الورق كده نروح نجيبه من المكتبة، لا. الصمغ العربي ده عبارة عن صمغ كده الصمغ العربي اهو، ده حاجة كده بتخرج من الشجر عندنا. ده عبارة عن صمغ كده بيخرج عندنا من الشجر، ليه أهمية اقتصادية كبيرة جدا جدا. طيب شايفين عارفين كده لما نروح للعطار ونقول له احنا عايزين مستكة نطبخ بيها، هو ده نوع من انواع الصمغ العربي. كمان اللي هو اللبان الدكر اللي بيبقى موجود برضو عند العطار، ده نوع برضو من انواع الصمغ العربي. فبيكون ليه اهمية اقتصادية كبرى جدا. اشجار الصمت دي ليه اهمية اقتصادية كبيرة بما تفسر لانه بيستخرج منها الصمغ العربي. عندنا كمان حاجة اسمها الحشائش الحارة اللي هي طبعا بنقول عليها السافانا. الحشائش الحارة أو السافانا دي عندنا بتتدرج في الطول من الجنوب للشمال حسب كمية الأمطار. تتدرج عندنا في الطول من الجنوب للشمال على حسب كمية المطر. طيب عندنا كمان تعتبر حديقة حشائش السافانا دي تعتبر حديقة حيوان طبيعية. ليه؟ بما تفسر تعتبر حديقة الحشائش الحارة أو السافانا حديقة حيوان طبيعية. يعني إيه؟ يعني الحيوانات اللي موجودة عندنا كده في الغابات في حدائق الحيوان أو الحيوان بتبقى موجودة كده في الحديقة ديت، وهي حديقة طبيعية أو حديقة حيوان طبيعية تبقى موجودة ربنا خلقها فيها. عشان كده بيوجد بقى أنواع كتيرة، زي عندنا طبعا الزراف، زي عندنا الأسود، عندنا زي الأفيال، عندنا زي النمور. تمام كده. ديت ايه؟ ديت الحشائش اللي هي الحارة او السافانا. كده خلاص خلصنا الدرس. ان شاء الله نبقى نحل الاسئلة مع بعض، ولو عندكم اي سؤال برضو اكتبولي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى لكم النجاح. مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.